ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنعمل ان شاء الله النهارده مع بعض غدا الحله الواحده. هنعمل رز وخضار وفراخ كلهم في نفس الحله. هنعمل مع بعض البرياني. يلا على طول نبدا مع بعض. دي كده البوك اللي احنا نعمل فيها كل حاجه. تعالوا نشوف كده ازاي. اول حاجه معانا هي الفراخ، دي نص فرخه مقطعه قطع صغيره كده وشايله من عليها الجلد. حط عليها معلقتين كبار من الحليب، ممكن لبن زبادي، وتوابل كزبرة وكمون وتوابل برياني ومرقة دجاج وبابريكا بالإضافة للملح والفلفل الأسود. وأحط كمان معلقة صلصة وأحط كزبرة ونعناع، دول أساسي. وعندي شوية توابل سليمة، قرفة وليمون مجفف وحبهان وقرنفل وفلفل أخضر حار. وبعدين هقلب كده التوابل مع الفراخ كويس واسيبها كده تتبل ساعتين على الأقل. واثناء الفراخ بتتبل هنجهز تاني حاجه وهي البصل. جبت بصله تفضل انها تكون بيضه كده لانها بتبقى مسكره، قطعتها رفيع بالقطاعه بتاعه الشيبسي او ممكن بايدينا كده نقطعها رفيع. احط عليها معلقه نشا واقلب النشا مع البصل كده كويس عشان يقرمش. والبصل منشفاه كويس جدا من الميه عشان لو في ميه وحطيت عليه نشا هيعمل زي العجينه ومش هيقرمش معانا. كده البصل جاهز معانا. اخر حاجه هنحتاجها وهي الرز. دول كوبايتين ونص من الرز من بسمتي مغسول ومش نقعاه. ودي بطاطس مقطعها تخين كده او متوسط، ممكن نستخدم بسلة او اي خضار نحبه. وده زبيب اختياري طبعا، او ممكن نستخدم اي مكسرات. واحتاج حبهان وقرنفل وقرفة وليمون مجفف ورق لورا وملح. واحتاج كمان كركم والوان طعام احمر بديل لون الطعام هو الزعفران. اول حاجه هنبدا بيها هو البصل. جبت الوك حطيت فيها زيت كده وبعدين بدات اول ما سخن كويس نزلت البصل. مش هنملى الوك قوي، نعمل البصل تقريبا على مرتين عشان يقرمش. اول ما ياخد لون بني فاتح ما نستناش لما يغمق قوي نطلعه، لو سيبناه هيتحرق ويعني هيبقى مش حلو خالص. فاول ما ياخد اللون ده نخرجه على طول. كده خلصت كميه البصل بتاعتي كلها. هقلل من الوك كميه من الزيت وهسيب معلقه واحده بس من الزيت. هنزل فيها التوابل السليمه وما نقلقش من الفلفل الاخضر اللي هو الحار، مش هيدي اي طعم سبايسي خالص لان هو مقفول احنا مش فاتحينه. هيدي طعم حلو بس مش طعم حار ابدا يعني. وهتلاقوا التوابل بالظبط وكل حاجه بالظبط في صندوق الوصف. هنزل الفراخ وباقي التتبيله كمان هنزلها لان دي فيها الطعم كله. اول ما الفراخ كده تتشوح من الجنبين هبدا اضيف ميه عادي بدرجه حراره الغرفه عادي. انا هسيب الفراخ تتسلق، يعني هي فراخ بعضمها فتحتاج تقريبا ساعه الا ربع كده سلق. هغطيها كده بالميه. وبعدين هحط كمان البطاطس رش عليها رشه ملح ورشه كمون عشان تتبل يعني. هحطها كده مع الفراخ تتسلق واحط كمان معلقه كبيره تقريبا من البصل اللي احنا حمرناه. وبس هغطي على الفراخ واسيبها تتسلق براحتها، ولو الميه قلت هزودها. انا عايزه في الاخر يتبقى فيه صوص بس مش عايزه ازود الميه من الاول قوي يعني. هسيبها كده تقريبا استوت معايا بعد ساعه الا ربع، كانت كل حاجه بقت جاهزه. هشيل الفراخ والبطاطس والصوص ده طبعا مش هرمين، هو اللي فيه الطعم كله. والفراخ احنا ممكن نستخدم اي حاجه من الفراخ، يعني ممكن نستخدم صدور مخليه من العظم، اي حاجه هتنفع. ونيجي للرز هنحط كميه ميه كبيره كاننا هنسلق باستا كده، ونحط عليها معلقتين صغيرين من الملح والتوابل السليمه. وهنحط كمان معلقه من الزيت اللي احنا قلينا فيه البصل. زيت قلي البصل ده ما نرميهوش، هنستخدمه في باقي الوصفه كلها. وبعدين هنزل الرز بتاعي وهقلبه كده واسيبه على نار عالية مدة 10 دقايق كده. هو مش هيستوي بالكامل، هو تقريبا هيبقى 3/4 سوا. هغطي الوك كده واسيبه. بعد 10 دقايق كان تقريبا وصل بالشكل ده. هشيل كده التوابل السليمة وبعدين هبدأ اصفي الرز من المية الزيادة. هو زي ما قلت لكم مستوش بالكامل فلسه فيه مية. وكده كل حاجة البرياني بقت جاهزة. البصل المقلي المقرمش بعد ما استوى كده رشيت عليه رشة ملح ورشة سكر. وكمان الرز مستوي 3/4 سوا تقريبا كوبايتين ونص. وهحتاج كمان كزبرة ونعناع احطهم بين الطبقات، والبطاطس اللي احنا عملناها والفراخ. وكمان الكركم، معلقة صغيرة من الكركم حتى عليها معلقة صغيرة من زيت قلي البصل. ولون الطعام الأحمر زي ما قلت بديله الزعفران، هحطه كده على معلقة صغيرة من المية لحد ما يديني لون أحمر. هو طبعا اختياري، ولو زعفران هيدي طعم أحلى كمان، بس ده اللي كان متوفر عندي فاستخدمته. وبعدين نبدأ بقى ان احنا نبني الطبقات. نجيب الوك بتاعتنا ونحط أول طبقة رز، وبعدين نحط زبيب أو أي مكسرات، وبعدين نحط كزبرة ونعناع، وبعدين نحط كده البصل المقلي المقرمش، وبعدين نحط الفراخ. والفراخ بتاعتنا بعد ما نحطها نحط عليها كمان من الصوص ده اللي فيه الطعم كله، هيدي طعم الفراخ والرز كمان. وبعدين نعيد نفس الخطوات تاني. هحط كده طبقة كمان من الرز. والرز بعد ما احطه هحط عليه كمان رشة من الملح عشان نظبط الملح بتاعه. هو يعتبر زي رز مسلوق، ما
هو ما اتشربش المية بالكامل، فالملح بتاعه مش هيبقى مظبوط، فلازم نحط رشة الملح دي اساسي. وبعدين عيد تاني زبيب، كزبرة ونعناع، بصل، هحط كمان شوية من البطاطس في النص كده، وهسيب باقي كمية البطاطس جنب الاكلة كده. وبعدين هحط باقي كمية الفراخ، واحط اخر طبقة فوق هتبقى الرز تاني، واحط على الرز رش من الملح كمان. وبعدين برضه احط زبيب وطبقة كده من الكزبرة والنعناع. الكزبرة والنعناع اساسي، بيدي طعم جميل جدا فعلا، يعني بيفرق في طعم الرز والفراخ وكله. وكمان ده الكركم هحطه على هيئة خطوط كده عشان الرز في الاخر يطلع معايا ملون. واحط كمان لون الطعام الاحمر. وبس كده هغطي الوك بتاعتي وهسيبها على نار هادية جدا. الرز كده يكمل سوا على نار هادية تقريبا 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة كان خلاص الرز استوى، هو الرز كان 3/4 سوا، كمل سوا. والرز بتاعنا السوا بتاعه بيرفكت بجد، مفلفل مش معجن ابدا، شارب كده من كل النكهات، والفراخ والبطاطس والنعناع والكزبرة، يعني كل النكهات كده تدخلت مع بعض. والوصفة دي بتبقى شكلها حلو قوي في التقديم كده، بتبقى مليانة الوان وشكلها حلو، والخضار والرز بيبقى طعمهم جميل جدا ومميز. انصحكم ما تستغنوش عن اي حاجة فيهم، البصل او الكزبرة والنعناع والفراخ، كل حاجة فيها بجد بيرفكت. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا رأيكم في الكومنت. ريحتها بتبقى باينة اصلا من وهي بتستوي يعني، وكمان الكزبرة والنعناع طعمهم مش غريب ابدا، طعمهم لايق مع الاكلة جدا ومع البصل مع كل حاجة. والفراخ مستوية كويس جدا من جوه، والتتبيلة واصلة لكل جزء من اجزاء الفراخ. وزي ما قلتلكم انتوا ممكن تستخدموا اي جزء من الفراخ، يعني صدور متقطعة صغير، مخلية من العظم او بعضمها زي ما انتوا حابين. والبطاطس كده نحطها في طبق جنب الاكلة للتقديم، تنفع في عزومة كده. لو عجبتكم الوصفة متنسوش تشتركوا في القناة، اشوفكم ان شاء الله قريب، مع السلامة.